تخيل انك في مسابقة بتجمع اكبر قدر ممكن من الكنوز، كل ثانية بتعدي بتخسر جزء من الكنز ده، كل لحظة بتعدي بتقربك من النهاية اكتر واكتر. هل هتقدر تجمع كل اللي نفسك فيه قبل ما الوقت يخلص، ولا هتكتفي بالمشاهدة وتندم بعدين؟ في النهاية مهما حاولت ومهما سعيت فالكنز هيفضل موجود، بس السؤال هو انت جمعت منه قد ايه؟ المسابقة دي هي حياتك، والكنز ده هو انجازاتك، لكن في عامل اهم بكتير من الكنز نفسه. العامل ده هو الوقت. كل ما استغليته اكتر كل ما انجازاتك زادت، وفي النهاية راحلون ويبقى الاثر. في الفيديو ده هناخدكم مع اكتر الشخصيات المشهورة والناجحة، هنتعلم منهم ازاي بيستغلوا وقتهم بشكل صحيح وفعال. هنتعرف على اسباب تضييع الوقت، وهنتعرف على اكبر المشتتات في حياتنا اليومية. في النهاية هنحط خطة واضحة وصريحة عشان نقدر نستغل وقتنا بشكل صحيح. تبدأ في الحاجة وخلاص. ايه يا ابو حميد ده؟ ايوه دي الحقيقة. ارمي نفسك، ما تستناش لما المكتب يتوضب، او انك تجيب كرسي جديد، او انك تكتب بالقلم اللي انت بتحبه، او انك تبتدي في مواعيد تقبل اسم على 60، او انك تستنى لحد ما الساعة 9 تيجي عشان تبدأ اي حاجة في حياتك. ابدأ، لانك لا هتصحصح ولا هتركز ولا هتتنايل على عينك وتعمل حاجة ادي دعني ينفلع، ولان الظروف المثالية عمرها ما هتيجي. اتحرك، ابدأ يا حبيبي، ابدأ يا بابا. انت مش روبوت ولا كمبيوتر، كلنا بيجيلنا وقت اللي بنكسل فيه، اللي مش بنكون بنعمل فيه اللي المفروض نعمله. دي حاجة طبيعية جدا جدا جدا. المهم ان انت كل مرة تقع فيها تقوم تاني. لو وقعت 99 مرة قوم 100، لو وقعت 999 مرة قوم 1000. الحاجة الوحيدة الصح اللي انت المفروض تعملها كل ما تنهار هي انك ترجع تقف تاني وتقاوم، تمشي ورا هدفك عشان تحققه. Truth of the matter is, everybody in here is going through a change. You don't have to be ashamed of yours. We are all in the process of transforming to a higher, better expression of myself. Let this be the year that I birth a higher, better expression of myself. Don't let the habits of my past stop me from this metamorphosis. New year, new me. ربنا سبحانه وتعالى كريم جدا جدا جدا، وبيعطينا فرص كتيرة جدا في مراحل مختلفة من حياتنا، بس المهم انك تبقى فايق وجاهز ومستعد انك تنتهز الفرصة لما ربنا يديها لك. واحنا اوقاتنا مختلفة، انت ممكن تنجح وانت عندك 20 سنة، وانا ممكن انجح وانا عندي 50. المهم انك تبقى فايق ومستعد لما الفرصة تجيلك تقدر تستغلها صح. كيف تحترم هذا الوقت؟ احنا جدنا في القرآن من هو؟ اسماعيل، جدنا، جد العرب اسماعيل، الذي مدح به أنه كان صادق الوعد. طيب احنا كيف أمورنا في صدق الوعد؟ التعامل مع الزمن، العلاقة مع الزمان. علاقة مع الزمان ممكن تفسد لك علاقتك مع الله عز وجل. صحيح. لأن العبادات قائمة على المواقيت. العلاقة مع الزمان تفسد حياتك أنت، علاقتك مع نفسك، تفسد علاقتك مع الآخرين. فهي تفسد أشياء كثيرة في قضية العلاقة مع الوقت. العلاقة مع الوقت أيضا في فهم الوقت. مثلا واحد يشغل لي فيلم الساعة 2 في الليل، قال الحين جو فيلم. الآن هذا الوقت الذي ينزل فيه الله عز وجل، هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ أنت تستهين بوقت السحر اللي وقت الاستغفار وقرآن الفجر كان مشهودا. زي ما لكل مقام مقال فلكل وقت مهامه. انت لو بتعمل الحاجة الصح في الوقت الغلط فهي دلوقتي غلط، وانت كده مش بتستغل وقتك بشكل صحيح، بل بالعكس الموضوع ده هيأثر عليك بعدين. يعني مثلا لو بتذاكر الساعة 2 بالليل، حلو، المذاكرة هي الحاجة الصح، بس ده معناه ان انت لو كان ممكن ان انت تصحى الصبح بدري مثلا وتذاكر وتنجز حاجات كتير، فانت هتنام الوقت ده، وكده الوقت هيضيع. حتى انا ما اقدرش استغل كل ثانيه في حياتي، صعب، مستحيل. ولكن على قد ما تقدر يكون عندك اجابه على سؤال انت بتعمل ايه وبتعمله ليه. لازم تبقى فايق وعارف انت بتعمل ايه كويس جدا. عمرك ما هتقابل انسان ناجح وماشي في الدنيا عشوائي، لا، لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، بتعمله ليه، وهتاخد وقت قد ايه في العمل ده. الملياردير اغنى اغنياء العالم عنده 24 ساعه في اليوم. لما تضربهم دول في 60 يعني 1440 دقيقة محطوطين في بنك حياتك وحياتي وحياة كل إنسان على وجه الأرض. 1440 دقيقة
في شرط، لازم تستثمرهم كلهم كل يوم. لو راحوا منك اليوم التاني راحوا كلهم، يبقى لازم تستثمرهم كل يوم. لو ضيعت وقتك هتيجي تاني يوم مفيش، يمكن يكونوا اخر وقت دول. فدوس ليه. انا فاكر لما كنت في الفنادق كان بعض الناس اللي اتدربت معاهم قبل ما اوصل الاداره العليا قال لي النهارده لما توصل تبقى مدير عام افتكر لو عندك غرفه ما اتباعتش النهارده مش هتتباع تاني اليوم ده، يعني راحت للابد. هتتباعها بكره، هتباعها بعده، لكن بتاعت اليوم انتهت. لو انت بتشتغل في الطيران لو في كرسي فاضي عمره ما هتملي في اليوم ده، هتملي بكره، هيتملي بعده. لو عندك مطعم في كرسي فاضي مش هتملي تاني في الوقت ده، هيتملي بعدين. فلازم باستمرار عشان خاطر تقدر تفكر بطريقه ايجابيه. فكر ازاي تملى اللي عندك، مش بكره، النهارده. فتلاقي معظم الناس بيضيع وقته ويخليه بعدين، يضيع وقته هعملها بعدين، هقرا ده بعدين. انت مش عارفك بعدين ده جاي دلوقتي. الكفاءة هي جزء مهم جدا من استغلال الوقت بشكل صحيح. ممكن يبقى عندك كتاب من 100 صفحة مثلا وتقرأه في ساعة واحدة، ونفس الكتاب ممكن تقعد تقرأ فيه شهر كامل. الفكرة هي انك لازم تبقى حاضر ذهنيا ومركز جدا عشان تقدر تخلص اكبر قدر ممكن من العمل في اسرع وقت. وقتك قبل النوم ما تعمل سكرول لآخر لحظة. ممكن تقعد تسبح، ممكن تقعد تفكر شو عملت، ممكن تقعد تخطط لبكرة. هاي 10 دقايق قبل النوم لا تضيعها سكرولينج وتنام سكرولينج. إذا بتعمل هيك ورد إنك تصلي وتنام، إذا بتعمل إشي يعني حلو إنك تخطط لبكرة، بكرة بدي أعمل هيك، تراجع التودو ليست وتقعد تعمل شغلة هيك بعقلك قبل ما تنام. شباب هاي شغلات عم بندمر حالنا فيها وإحنا مش ملاحظين. كلنا عارفين اننا لو فتحنا الموبايل قبل ما ننام فاحنا غالبا هنقضي وقت طويل جدا عليه. انت ما تعرفش انت بتعمل كده ليه، بس انت بتفتح تطبيق وبعده تطبيق وبعده تطبيق. فمهم جدا جدا اننا قبل ما ننام نبعد الموبايل ونبعد السوشيال ميديا عننا. الساعة الأولانية في اليوم من ساعة ما تفتح عينيك تعامل معاها بحرص شديد، وحافظ قوي قوي على دماغك وعلى مستويات الدوبامين، أو إن ما يحصلش ارتفاع مفاجئ في أي حاجة، سواء توتر سواء قلق سواء اكسايتمنت أو حماس. لأن يعني لو تفتكر برضو أنت ممكن في أحد الأيام اللي بتفتح فيها التليفون أول ما تصحى من النوم تشوف خبر يقفلك من اليوم كله. حصل صح. ماذا لو انك اخرت تعرضك للموضوع ده لاخر اليوم؟ مش هيكون افضل؟ بالتالي هتقدر تستغل يومك ده افضل استغلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي اللهم بارك لأمتي في بكورها. فوقت الصبح ده مهم جدا، بنقدر ننجز فيه بشكل فعال جدا عن الوقت العادي. نستغل الوقت ده في اننا ننجز اكبر قدر ممكن من المهام عشان نعلي انتاجيتنا في اليوم ده. فمهم انك تبدأ يومك بعيد عن اي نوع من المشتتات، ان كان تلفزيون، ان كان سوشيال ميديا، ان كان عشان تنتج الاول وبعدين تريح نفسك. الالتزام بأداء ال5 صلوات في أوقاتهم. انت ممكن مستغرب من النقطة دي، بس هي حرفيا اكتر حاجة هتساعدك ان انت تلتزم بأداء مهامك في اوقاتهم بشكل صحيح، لان الصلوات ال5 متوزعين على ال 24 ساعة. يعني مثلا عشان تصحى تصلي الفجر فانت هتضطر ان انت تنام بدري عشان تصحى وتلحق الفجر، وده هيساعدك في انك تقوم من بدري وتنجز، ودي حاجة مهمة جدا. كمان انت لو بره او مسافر ومتعود انك بتلتزم بأداء الصلوات في اوقاتهم، فانت هتضطر انك تسيب كل اللي وراك وتصلي، ودي حاجة مهمة جدا هتعلمك الالتزام بشكل كبير وبشكل فعال. تخطيط المسبق. في مقولة بالانجليزي بتقول if you don't know where you are going then you will end up somewhere else. تخيل كده انك راكب عربية وماشي بدون ما تحدد وجهتك، انت كده ممكن تمشي 100 سنة بدون ما توصل لأي حاجة. هكذا الحياة، ما ينفعش تبقى ماشي عشوائي كده ومنتظر انك تنجح ومنتظر ان يبقى عندك انجازات كتيرة وكده. لا، لازم تبقى مخطط وعارف كويس جدا انت هتعمل ايه قبل ما تبدأ في العمل. لو على المدى القريب فانت ممكن تخطط كل ليلة مثلا انت هتعمل ايه في اليوم اللي بعده. اما لو على المدى البعيد فانت ممكن تقعد مع نفسك، تجيب ورقة وقلم وتكتب اهدافك وتحددها وتخليها قدامك طول الوقت. حدد اولوياتك. مهم جدا انك تبقى عارف الحاجات الاهم في حياتك. يعني مثلا لو انت قدامك انك تذاكر او تلعب ماتش كورة، لو انت عايز تطلع انسان شاطر ومتفوق وتنجح في دراستك فاكيد هتفضل الدراسة. لكن لو انت مثلا عايز تطلع لعيب كورة فانت هتفضل لعب الكورة. فعشان كده مهم انك تبقى عارف اولوياتك كويس جدا عشان ما تضيعش وقت على الفاضي. التخلص من المشتتات. مهم جدا انك تبعد عن اي حاجة هتشتتك او هتقلل من تركيزك اثناء العمل. لا ابرح حتى أبلغ. عشان كده انت وقت العمل ممكن تفعل وضع عدم الإزعاج في موبايلك مثلا، أو تعمل ميوت لإشعارات السوشيال ميديا. اقعد في مكان هادي وبعيد عن أي حاجة أو حد ممكن يشغلك عن عملك. حدد أهداف واقعية.
مهم جدا انك تعرف قدراتك ايه عشان ما تلزمش نفسك باهداف اكبر من قدراتك، لانك لو ما قدرتش تحقق الهدف ده في الوقت اللي انت محدده فانت غالبا هتنهار وهتتضايق. يعني مثلا لو عندك كتاب 1000 صفحة وحددت انك هتقرأه في يوم، وانت اقصى قدراتك انك تقرأ 500 صفحة في اليوم، فانت في النهاية وفي اخر اليوم هتتصدم بالواقع وهتزعل وهتنهار، وده هيأثر عليك بعد كده. فمهم انك تحدد اهدافك في مستوى قدراتك. الاستفادة من الأوقات القصيرة. الأوقات القصيرة اللي بتبقى ما بين محاضرة ومحاضرة أو درس ودرس، أو مثلا وانت في المواصلات وانت رايح تقابل حد، تبقى أوقات كتيرة وأغلب وقتنا بيضيع فيها. مهم إنك تستغل الأوقات دي في إنك تقرأ كتاب مثلا، تسمع لبودكاست. المهم إنك تعمل أي حاجة مفيدة في الأوقات دي، لأن الأوقات دي كتير جدا وبتضيع على الفاضي. تقييم الأداء. لازم كل فترة تقف وتبص وراك عشان تشوف انت ماشي على الطريق الصح ولا لا. فلو في حاجة غلط انت بتعملها او انت مش بتنجز مهامك في الوقت المناسب، فانت لازم تشوف ايه الغلط اللي انت كنت بتعمله وتصححه عشان تستمر بشكل افضل. خصص وقت للراحة والمكافآت. أكبر حاجة غلط بنعملها لما بنكون بننجز وبنتقدم بشكل سريع إننا بنفكر إن إحنا لازم نجتهد أكتر وأكتر عشان ننجز أكتر وأكتر، لكن في الحقيقة إحنا هنتعب مع الوقت، وده هيأثر علينا بشكل كبير وممكن ننهار ونرجع تاني لنقطة الصفر ونضيع وقت أكتر من الوقت اللي انت كنت هترتاح فيه مثلا أو هتكافئ نفسك بيه. وأخيرا، عارف الدقيقة اللي انت بتقول إنك مش هتلحق تعمل فيها حاجة دي ممكن تكون الفرق بين النجاح والفشل. النجاح بيتبني على الدقايق اللي كتير فاكرين إنها مش مهمة. دقيقة ممكن تغير يومك، دقيقة ممكن تغير مستقبلك. فكر في كل دقيقة ضاعت كان ممكن تعمل فيها ايه. ابدأ دلوقتي، استغل كل لحظة وما تستناش الظروف تبقى مثالية، واي حاجة بتعملها اعملها بإخلاص وضمير.